السلام عليكم، معكم عبد الرحمن وفيديو جديد. واهلا بيك عزيزي المشاهد في ولاية مطرح، واحدة من ولايات محافظة مسقط الى جانب بوشر والسيب والعامرات وغيرها، وتسمى بالاسم ده للدلالة على مرسى السفن، فكلمة مطرح كانت دلالة على طرح السفن لبضاعتها. اجواء مطرح اريح. السيراميك سخن عايز المشاهد، لو جيت مطرح ما تستنش على السيراميك. بص منظر فظيع. بس انا اسف ان انا يعني بقاطع هذا المنظر جو. طب بص اصور لك احسن ونبقى نشوف وشوش بعض بعدين في الاوتيل ولا حاجه. فاهم المكان اهم مني دلوقتي بجد، خصوصا كمان انا شكلي بؤس وحر، بس المكان شكله حلو جدا. فاهم بص حتى موج البحر والصوت والهواء، شوف سبحان الله المكان. لو مشيت كيلو مثلا كده بعيد عن البحر هتحس بحر ورطوبة وخنقة، تيجي هنا تلاقي فيه هوا وفي نسمة حلوة. بص هصور لك كل شبر ما تقلقش، هغطي لك كل حاجة لا يعني. بص تعالى نرجع تاني احسن. اما اللي في الصورة ده فهو حصن مطرح او الحصن العتيد زي ما كان بيتسمى. بيرجع تاريخه لحوالي سنة 1580، اتبنى على ايد الاحتلال البرتغالي، ولكن رجع للسيطرة العمانية سنة 1650 وترمم سنة 1981 عشان يبقى واحد من أهم المعالم السياحية، وشاهد على قوة الشعب العماني قدام أي حد يمس أرضه. والأبيض اللي هناك ده هي مبخرة الريام، اتبنت بمناسبة العيد الوطني العشرين، وهي واحدة من أشهر المباني في سلطنة عمان. بتطل ولاية مطرح على بحر عمان مباشرة، وده اللي خلى ولاية مطرح واحدة من أهم المدن في التاريخ العماني، لأن عمرها بيرجع للألف الثالثة قبل الميلاد. قررنا الآتي بقى بعد يعني شوف بعد الفيو الفظيع ده، خلينا نقعد بس في أي حتة فيها ظل شوية يعني. فاهم يعني عشان الشمس بس يعني ما تجيليش ضربة شمس ولا حاجة طبعا يعني. طب تعالى بس كده بص لك بصة كده في مسجد هنا اهو، لسه واخد بالي منه حالا دلوقتي، اسمه مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما انت تكون شايفني، انا شايف يعني، انا شايف صورتي، انعكاس صورتي في العدسة، ما انا تكون شايفني بوضوح يعني. المسجد ده بيرجع للقرن ال15، بيعكس العمارة الإسلامية المميزة. والصورة اللي بنشوفها حاليا هي لميناء السلطان قابوس. وبس كده عزيزي المشاهد، ده كان كورنيش ولاية مطرح اللي بيربط عمان بدول كتير زي إيران والصين والهند والبحرين. تعال بقى على سوق مطرح، واحد من أقدم أسواق سلطنة عمان اللي عمره أكتر من 200 سنة. في البداية السوق كان مقتصر على بيع المواد الغذائية والأقمشة والتوابل والمنتجات الطبيعية. أما حاليا فموجود فيه مختلف أنواع العطور العربية واللبان والبخور والمصنوعات الفخارية والحلويات العمانية والأعشاب والتوابل والهدايا التذكارية. السقف الخشبي اللي بيغطي سوق مطرح خلاه زمان يتسمى باسم سوق الظلام بسبب العتمة اللي بتبقى مالية المكان. طبعا هتلاقي في معظم المحلات هدايا تذكارية مختلفة، سواء شنط أو عطور، بخور ولبان، أو ملابس عمانية تقليدية زي الدشداشة والكمة. وطبعا مختلف أنواع مشغولات الخوص اللي عمان معروفة بيها.
وتذكارات معدنية مختلفة وخناجر وشنط يدوية وحاجات تانية كتير. كنت قاعد بصور عادي في محل من المحلات الهدايا التذكارية اللي عنده واللي اشتريت منها كام حاجة يعني، لحد ما سألني السؤال ده. نجيب شغلة؟ يس. ها شوف. لقيت صاحب المحل طلع لي ألبوم صور كبير، واكتشفت انه بيحب يجمع العملات الورقية، وطبعا ربع جنيه الورق منور الدنيا، ده غير طبعا عملات سلطنة عمان كلها القديم والجديد منها، ده غير كمان عملات انجلترا ونيوزيلندا وسنغافورة واستراليا من فئات مختلفة. لقيت عنده كمان عملات الهند وأوزبكستان والمكسيك وأمريكا وتركيا وعملات تانية كتير جدا عمرها أكتر من 50 سنة. وراني كمان عملة ضخمة هتلاقيها على يمين الألبوم، قال لي إن دي عملة روسيا اللي بترجع لتاريخ 1910، ودي واحدة من أغلى العملات اللي عنده، والحمد لله لقيت 20 و50 جنيه كمان. وفاجئني أكتر لما لقيت عنده جنيه مصري بيرجع لسنة 1967. Can you smile? Okay, what's your name? عبد العزيز. Okay, nice to meet you عبد العزيز. Okay, thank you. حسيت إن كان واجب قومي عليا إن أنا أساهم معاه في تجميعته دي. للأسف ما لقيتش ال10 جنيه جديدة معايا، فقررت أديله جنيهات فضة، لحد ما طلع لي ثبت مليان عملات معدنية لأكتر من بلد زي ما انت شايف. ساعتها فقدت الأمل إن أنا أعلي على عبد العزيز. شكرا عبد العزيز. وأنا طالع من السوق لفت انتباهي بيت بيرجع لسنة 1939 وشكله كان مميز جدا. تعليق بسيط بس كده قبل ما انسى، لان دي حاجه ما صورتهاش. مطاعم المشاوي في سلطنة، لا ثواني لازم اقرب معلش في الحته دي. مطاعم المشاوي يا جماعه هنا في دنيا تانية خالص خالص، دنيا كواليتي تانية خالص. كواليتي بص كده، كواليتي كده يعني. بص والله بجد سوق مطرح يعني، انا تقريبا رطوبة النهاردة وحر النهاردة يعني تقريبا ما شفتوش في حياتي ولا هشوف بعد كده. الشط كان جميل، المحلات كانت حلوة، واللبان والبخور والحاجات دي يعني. انت وانت طول ما انت ماشي في السوق كده، على الاقل من بين كل 3 محلات مثلا او 4 محلات، ما كانش كل محلين في محل منهم بيبيع اللبان والبخور. وما تستظرفش مش لبان، لا، اللبان والبخور حاجة عظيمة جدا. في عمان مشهورة من زمان بالموضوع ده. عمان تعتبر من أحسن البلدان اللي بتصدر اللبان والبخور. ريحة تحفة بين كل محلين كده، انت طول ما انت ماشي على طول السوق انت عمال بتشم في ريحة بخور وروايح. ايه بقى؟ روايح جميلة بقى، روايح جميلة بجد، فاهم؟ والجو بقى انت شفت الفلوج كان عامل ازاي، اللي هو الجو كان جميل. الجو كان جميل كسوق وكمكان، اكيد مش جو اللي هو طقس يعني. الجو كان حر جدا بجد يعني. المهم اتمنى ان انت تكون استفدت وان انت تكون وصلت لك نوعا ما الاجواء في المكان كانت عامله ازاي. طبعا هتلاقي صور في، طبعا انا بصور مع الفلوجات، بصور صور لي انا بنزلها على الانستجرام. لو حابب ان انت تشوفها او مهتم ان انت تشوفها، غالبا هتكون نزلت يا مع الفيديو ده يا يعني، فهيبقى في نفس اليوم ان شاء الله ماكسيمم يعني. حلو ماكسيمم. وعبد العزيز انت راجل جميل جدا والله. شفته في الفيديو اكيد عبد العزيز صاحب المحل. جبت من عنده حاجات بس يعني مش عارف هي حاجتي راحت فين بصراحه. قلبت عليها الاوضه مش لاقيها، فيعني لو ما وريتكش الحاجه في الاوتيل اوريها لك في ابره، لكن كده كده لازم تشوفها قبل ما الفيديو ينزل يعني. جبنا حاجات لذيذه، جبت حاجات انا واصحابي مش هحرقها عليك غير لما اوريها لك وبس يعني. لو هوريك الحاجه فانا اوريها لك دلوقتي، اوكي يعني. بص عشان ايه؟ عشان ما اقعدش اتعب انا في القص بتاعهم. هوريك الحاجه دلوقتي يعني. ما لحقتش اصور بصراحه الحاجه في الاوتيل، فهنصورها هنا من سلطنه عمان. تمام، باين نحن في عمان وباين الخضار الموجود، عشان احب ان انا اغذيك بصريا. يعني تعال نتفرج على الحاجه، يلا تعال نبدا بالخنجر ده.
ريحته اصلا يعني المكان هناك كان مليان محلات بخور، ريحته فيها بخور اوريدي، الريحه جامده. انا حلقت صحيح، انا اسف يعني، قلت منشي. دي اول حاجه انا جبتها. الخنجر طبعا علامه، او هو ده الشعار او الرمز بتاع سلطنه عمان اصلا، جنب السيفين حتى موجود في العالم اهو. مش عارف انا والله بالصدفه ما كنتش مجهز حاجه زي كده، بس الخنجر هنا اكيد باين. المهم يعني ده اكيد يعني مجسم يعني، اكيد مش حقيقي، اكيد الحقيقي بيبقى اجمل من كده. بس عجبني فين التفاصيل بتاعته كلها موجوده وكلها باينه، كل التفاصيل موجوده تقريبا زي الحقيقي بالظبط. لكن طبعا الحقيقي بيبقى اكبر وبيبقى اقيم بكتير، بيتلبس في المناسبات الكبيره، افراح، عيد الاضحى وعيد الفطر، العيدين، صلاه الجمعه طبعا. تعال نبص كده على الحاجه التانية على طول، وهي دي. هوريها لك من قريب طبعا، بس ده شكلها من بعيد. تمام، لو جينا فتحناها كده، تعالى دي لازم يعني، بص دي اللي هو بتتحط كده فاهم، ليها سناده من ورا وتحط كده على المكتب مثلا ولا حاجه. اكيد طبعا هنحطها في السيت اب. خصوصا لو انت ملاحظ يعني انا بحاول املى الفراغ بعلم وبنبات وكده، بس اشرف انت في قلبي. انا ودعته بنفس التيشيرت ده. اشرف انت طول عمرك هتفضل في قلبي، اشرف وجزء لا يتجزأ من هذه القناه. اشرف كان موجود من بدايه القناه، وهو دايما في قلبي مهما طالت المسافات. انا ما رضيتش اجيبك عشان ما خاطرش بيك، لان انت اغلى من كده. دي ما تبقى موجوده جنب اشرف باذن الله لما نوصل مصر. تالت حاجه واهم حاجه بقى بالنسبه له سايبها للاخر، وهي الكمه. الكمه طبعا مش حاجه يعني، مش حاجه جديده عليا. تمام، الكمه دي مع الزي التقليدي بتاع عمان، جنب الدشداشه. الدشداشه بقى موجود غالبا بيبقى لونها ابيض، الدشداشه بتبقى بيضه ومعاها الكمه. ممكن الكمه وممكن يتلبس اللي هو المصر على طول. تمام، وممكن يتلبس المصر على الكمه، على الكمه كمامه ايه. بس انا يعني جبت الكمه بس لان هي دي اللي انا بعرف اتعامل معاها بصراحه من ايام المدرسه، لان زي المدرسه هو لازم دشداشه وكمه. تمام، فبجد يعني هو الراجل كان عاملها، بس انا يعني كان عاملها ليها ظبطه معينه يعني، كلمه بتلبسي كده. بس انا يعني تعمدت ان انا الخبطها لان انا حاسس ان انا فاكر كانت بتتعمل ازاي. بص كده، تعالى اوريك كده تفاصيلها الاول من قريب. خياطتها جامده اكيد ومريحه جدا. تمام، هوريها لك كده بس من قريب قبل ما نعملها. كان صاحبي اللي كان معلمها لي، اسمه صعب شويه بس هو اسمه قحطان. انا بحبك، انت تفضل طول عمرك في قلبي، لان انت اول واحد عطف عليا وعلمني حاجه زي كده، لان انا ما كنتش بعرف اعملها. انا كنت بدخلها اللي هو لا، هي ما بتبقاش قبل البركه، بدخلها كده عادي وبلبسها. هو اول حد علمني في الفصل يعني. بتطلع حته من هنا كده كبيره، تمام كده، تمام، عشان دي اللي هتبقى غالبا كده اللي هو ايه بتواجه مناخيرك، عشان الموضوع يبقى سيمتريكال شويه، اللي هو موضوع هندسي يعني. بص كده، اتمنى ان هي تكون مظبوطه. انا حاسسها ان هي يعني دي كده على مناخيري، حاسسها ان هي مظبوطه. لو مش مظبوطه اعذرني يعني، بس هي تمام يعني. انا مبسوط ان هي دي دخلت في دماغي، لان كل اللي معاه قديم من ابتدائي ومن اعدادي. ف طبعا يعني مش عارف دماغي كبرت ازاي، بس هي كبرت. بس كده، اتمنى لك يوم جميل، واتمنى ان انت تكون دايما بصحه وسعاده عزيزي المشاهد اللي انا بحبك. شكرا لو وصلت للدقيقه دي. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. ان شاء الله الفيديو اللي جاي الاسبوع الجاي اتمنى انه يكون احسن من الفيديوهات اللي فاتت. بس كده، كان معكم عبد الرحمن، سلام.